هذا الفيديو جبت لكم بقلاوه جد سهله بلا ماشينه ومورقه ومقرمشه وراح تحضريها في وقت قياسي. اذا نحتاج كمقادير 4 كيلات فرينه يكونوا ممسوحين، نضيف عليهم كيله تكون خليط بين سمن ومارغرين التوريق، وتكون الكيله ناقصه 1 سنتيمتر. وهنا خياتي مارغرين التوريق كنت ذوبتها وحطيتها في الثلاجه، خليتها بردت ونفصل الماء عن المارغرين، وراح تكون المارغرين من الفوق نديها ونتخلص من الماء اللي يجي من تحت ونعاود نذوبها ونستعملها. والكيله تاع السمن والمارغرين تاعكم لازم تكون دافئه. نبسس الفرينه تاعي جيدا وراح نحكها بين يديا بهذه الطريقه، وراح نفوتها في غربال اللي يكون ثقب تاعو صغيره باش نتخلصوا من كامل الحبيبات، لأنه المارغرين بالخف تتجمد وتتكتل. وراح نتحصلوا على فرينه ناعمه وخاليه من الحبيبات، لانه هذوك الحبيبات بعد كي نعودوا نورقوا في العجينه تاعنا راح يقطعوها لنا. ومن جهه اخرى عندي حبه بيض ضفت عليها نصف ملعقه كبيره فانيليا ونصف ملعقه صغيره ملح، وراح نضيف لها قليل من ماء الزهر ونخلطهم جيدا، وراح نضيفهم على الفرينه تاعي. وراح نبدا نضيف خليط بين ماء وماء الزهر اللي لازم يكونوا دافين، نضيفهم بالتدريج حتى نتحصلوا على العجينه تكون شويه طريه. نلف العجينه تاعي في ورق غذائي وراح نخليها ترتاح مده ساعتين. وفي هذا الوقت راح نجيب كميه من اللوز اللي نحتاجوه في التزيين، راح نحطو ونضيف عليه كميه من الماء المغلي. هذه الطريقه خياتي من بعد كي نطيبوا البقلاوه تاعنا راح يجينا اللون تاع البقلاوه واللون تاع اللوز موحد، يعني باش ما يتحرقش اللوز. وبعد ما جازت ساعتين على العجينه تاعي، يعني ريحت كيما راكم تشوفوا فيها، راح نعجنها شويه ونعملها حربوش، ونقسم الحربوش على 4 قطع. راح نعملهم كرات ونعاود نغطي الكرات تاعي بورق غذائي ونزيد نخليهم يرتاحوا ساعتين. يعني كما تعرفوا خياتي عجينه البقلاوه كل وين ترتاح كل واحد تعطينا نتيجه احسن. وبعد ما جازت ساعتين يعني راح نبدا نخدم العجين تاعي. قبل هذا الشيء راح نوجد الحشو، هنا من الاحسن انكم توجدوه في اخر لحظه. هنايا عندي فول سوداني او اي مكسرات اللي كنت حمصته وطحنته متوسط او اقل شويه كما راكم تشوفوا، وراح ندير 3 كيلات من الفول السوداني مع نص كيلو سكر عادي. نخلطهم شويه وراح نضيف عليهم 3 ملعق كبيره من السمن الدايب وملعقه صغيره من عطر اللوز الحلو. ونبدا نرش العجين تاعي بماء الزهر غير بالاطراف الاصابع، يعني ما لازمش تعجنوه البنات بهذه الطريقه حتى نحسوا انه الحشو تاعنا كامل تشمخ كما راكم تلاحظوا، يعني لازم يجينا هكذا ما يوليش عجينه باش ما تجيناش البقلاوه تاعنا معجنه من الداخل. وهنايا راح نجيب صينيه الفرن، انا هاد الصينيه القطر تاعها 34 سنتيمتر. وهنا باش تعرفوا صينيه بلي تناسب الحشو تاعكم راح تقيسوا المكسرات بعد ما تضيفوا لهم السكر كي يلحق الحشو تاعكم من المنتصف، يعني هذيك هي الصينيه المناسبه. ندهن الصينيه تاعي بالسمن جيدا بهذه الطريقه، ونرجع للكرة تاعي بعد ما ارتاحوا جيدا. شوفوا يعني حتى بدات تطلق الزيت تاعها. راح نفتح الكرة الاولى باستعمال المايزينا او نشاء الذره، نرشوا نشاء الذره على طاوله العمل ونبدا نفتحها رقيقه بهذا الشكل ويكون شكلها مستطيل، ونرشها بنشاء الذره مليح وراح نطويها على 2. ونعمل نفس الطريقة الباقي الكرات، يعني نفتح الكرة تكون رقيقة على شكل مستطيل ونعمل فيها المايزينا وراح نطويها على 2 ونحطها فوق أختها، يعني وبيناتهم المايزينا دائما. وهنا يا خياتي كنقطة أساسية ما تبالغوش في استعمال المايزينا، لأنه إذا كترتوا بزاف بعد راح يجينا الذوق تاعها في البقلاوة. نلف المستطيل اللي تحصلت عليه بورق غذائي وراح نخليه يريح 20 دقيقة. ومن بعد راح نقسم المستطيل الى 2 بهذه الطريقه. وشوفوا الطرق تاعنا اللي تحصلنا عليه، راح تكون البقلاوه فيها 8 طبقات من التحت و8 طبقات من الفوق. نجيب المستطيل الاول راح نرشه دائما بالمايزينا وراح نفتحه على شكل الصينيه تاعي وتكون دائره وراح تكون رقيقه. هاوليكم السمك تاعها راح يكون حوالي 2 ملم. نرفدها بالرولو ونحطها في السنيوه ونحاول اني نهبط العجينه تاعي ونسقمها جيدا.
بهذه الطريقه خياتي. وراح نجيب الحشو تاعي راح نفرغه في الصينيه، ونعاود نركز لكم خياتي على الحشو. شوفوا يعني ماهوش معجن. نوزع الحشو تاعي بملعقه ولا بسباتيل بلا ما نضغطوا عليه، ومن بعد راح يعني نسوي له الوجه تاعو باش ما تجيناش البقلاوه جهه عاليه وجهه هابطه. وراح نجبد الصينيه على جنب ونزيد نكمل الطبقه الاخرى بنفس الطريقه، ونلفها في الرولو ونحطها فوق الصينيه، ونزيد نسقم العجينه تاعي كما راكم تشوفوا. نضغط غير على الاطراف بهذه الطريقه ونحاول نهبطها، يعني نخرجوا شويه الهواء منها، وراح نخلصوا على هذوك الزوائد باستعمال الرولو بهذه الطريقه. يعني انا عطيتكم خياتي ادق تفاصيل هذه الطريقه، صدقوني حتى اللي عمرها عملت البقلاوه راح تبهرها النتيجه. وحنا خياتي بالنسبه لهاد الاطراف المتبقيين تقدروا تقطعوهم وتعملوا بهم اشكال وتقليوهم، يعني هذه العجينه هي نفسها عجينه القريوش. وهنا راح نجيو للتقطيع، راح نشوفوا منتصف تاع الدائره ونعملوا فيه نقطه، وراح نقسم الدائره تاعي على 2 ومن بعد على 4 بهذه الطريقه، يعني تحصلنا على 4 مثلثات. انا خياتي نحب نقطعها بهذه الطريقه، نحب نخدم كل مثلث وحده، يعني 4 مثلثات، كل مثلث راح نخدمه وحده. راح نقسم المثلث الاول في المنتصف بهذه الطريقه، وراح نعمل خطوط متوازيه على هذا الخط وبنفس الطريقه من الجهه الاخرى. وراح نجي هنايا نعمل خطوط متوازيه، وهنايا راح نعمل مسطره هي العرض تاع الحبه تاع البقلاوه، ونزيد نعمل الجهه الاخرى بنفس الطريقه. حنزيد نخدم خطوط متوازيه لهذا الخط، وباذن الله راح تلقاو فيديو توضيحي لطريقه تقطيع البقلاوه في الصينيه الدائريه، راح نخليه في صندوق الوصف، واللي تشوف هذا الفيديو ما يزيدش يكون عندها مشكل في تقطيع البقلاوه. وبعد ما كملت قطعت البقلاوه تاعي وتحصلت على النجمه اللي تكون في الوسط، يعني هي الدليل انكم قطعتوا البقلاوه تاعكم بطريقه صحيحه. راح نبدا نرشق اللوز تاعي، هاوليكم بعد ما نحيته ونشفته مليح في طرشونه. هنايا باستعمال السكين راح نعمل ثقب في الوسط، يعني غير في العجينه من الفوق، باش كي نحطوا حبه اللوز يعني ما تفسدلناش الحبه تاع البقلاوه. نرشقها بحبات اللوز بهذه الطريقه. وهنا في الاخير راح نجيب خليط بين السمن ومارغرين التوريق ونمسح كامل الوجه تاع البقلاوه تاعي بهذه الطريقه، وراح ندخلها للفرن اللي لازم يكون مسخن مسبقا على 180 درجه، ونخليها حتى تدي اللون البني الفاتح او اللون الذهبي. وهنايا كل شويه تحاولوا انكم تدوروا السنيوه تاعكم باش تطيب لون موحد، يعني يجي كامل الوجه عنده فرد لون. يعني شوفوا معنا ما شاء الله عليها، يعني مورقه الله الله. وهي سخونه راح نجيب العسيله تاعي وراح نسقيها. هنايا استعملنا 900 غرام الفول سوداني مع 950 غرام عسيله، يعني تقريبا نفس الكيل تاع الحشو هو نفسه العسيله، يعني انا استعملت 950 غرام عسيله. وراح نخليها تبات الليله كامله، يعني تتشرب جيدا هذيك العسيله، وغدوه من ذاك نقطعوها. راح نقطعوها، يعني حنبدا نحي هذوك الاطراف، يعني كما نقولوا لهم حنايا الحواشي. انا بصراحه نموت على هذوك الاطراف، واللي يحبوا هاد الاطراف يبانوا هنا في لي كومونتير. وهذا هو خياتي شكل البقلاوه اللي صدقوني روعه. نتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقه، واذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. ونلتقي في فيديو جديد مع وصفه جديده، وفي امان الله.